السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ وتدابير جاد. جيتكم بوصفة مركز الليمون مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك اللي ما تقدرش تستغناو على الشربات. نبداو على بركة الله بالوصف. هنا يكون عندي 2 كيلو 500 غرام تاع ليمون، نغسلو هنا مليح مليح، نديرو في اناء نغسلو بالماء مليح مليح، وهذيك الاخر تاع معان. كي نغسل بعد اللي نغسلو مليح مليح نديرو يقطر بجيه، بعد اللي يقطر لي انتاني نستفو كامل فوق الفوطه، تكون فوطه نقيه اكيد مخصصه غير الكوزينه يعني غير المطبخ. هنايا بعد اللي نشفتو كامل مليح مليح، شوف واش نشفت الحبات يعني ما تخلوش فيهم قطره تاع ما، يعني تنشفوهم مليح مليح. نجي لهنايا نجيب السكرفاج تاعي نرابيه، نديرو في اناء اكيد ونرابي كامل هذاك الزاز. وهنا ما توصلوش البياض البنات، باسكو اذا وصلتوا هذيك القشره البيضاء راح يطلق لنا المروريه، وحنا نحتاجوا هذاك الزاز من بعد، يعني نخدموا به مسكوتشو بسبوسه، حلويات. على هذا ما نوصلوش البياض باش ما يفسدلناش يطلق لناش المروريه. بعد هنا اللي ترابيه كامل، في 2 كيلو 500 غرام تاع ليمون ندير كيلو تاع سكر. البنات كيلو سكر عادي نخلطه كامل ملح ملح مع هذاك الزاست. بعد اللي ندمج مع هذاك الزاست عفوا، نغطيه ونخليه بجيه، ونروح نخدم عصير الليمون تاعي، نعصر الليم تاعي. هنا بعد اللي عصرت فيه هذه الآلة البنات، بعد اللي نعصره كامل بهذه الطريقة. شوفوا البنات كيفاش راني نعصر فيه، شوفي ما وسيت عليكم حتى مرحله. شوفوا هنايا كيفاش راه يقطر داك عصير الليمون. بعد اللي نكملو كامل نزيدو على هذاك الزيت تاع الليم مع السكر، وهنايا نخلط. شوفوا هنا البنات تخلوه كي في هذه المرحله الليله، مش ليله يعني ديروه من الصباح للعشيه، خطره خطره وتروحوا تحركوه، خطره خطره وتحركوه باش هذاك السكر تضمنوه باللي ذاب لكم كامل. ويعني شوفي في هذه الطريقه ما ترموا حتى حاجه. شفتوا البنات هذاك اللي قبضته هنايا، شوفي هذه عصارة الليمون ثاني، هذا ما نرموش نخبوه نخدموا به القرنون، خرشف، ينحينا هذيك الكحوليه. هنا ثاني قشر الليمون ثاني دسيتهم نخدموا بهم الشاربات ولا كشما حاجه البسبوسه ولا. هنا شوفوا البنات قلت لكم خطره خطره، شوفي كي تحسي تسيبي السكر تاعكم كامل ذاب، نضربو هنايا بالميكسر مليح مليح. هنا بالميكسر البنات نضربو يعني ماشي بزاف، يعني مام با دقيقة ما تفوتش دقيقة، يعني 10 مينيت هكذاك. وهنايا بعد اللي كنت ذاب لي كامل هذاك السكر نصفيه في الصفاية كما راكم تشوفوا البنات. وهذا الزيت اللي قلت لكم اللي تحكمونا الصفاية كي نقطروه مليح من عصير الليمون، ندسوه نخبوه نخدموا به الحلويات مسكوتشو بسبوسة، ينكهنا البنات. الحلويات تاعنا يجو هايلين فيهم بنة هايل، يعني في هذه الوصفة ما نرمو حتى حاجة. هنا البنات هذاك مركز الليمون اللي خدمته، نوزنت انا هنايا 250 غرام، يعني درت فيه ساشيات هكا كما راكم تشوفوا الكيس تجميد، ودرت 250 غرام يعني، وخبيتها في هذه 250 غرام. من بعد البنات ان شاء الله مورا هذا الفيديو نحط لكم طريقة صنع الشربات 100%، يعني صنع محلات. هنا البنات انا كنت درت عليها ورشه، قريت عليها وجبتها لكم وما خبيت عليكم والو. باذن الله في الفيديو القادم نحط لكم بالتفصيل طريقه استعمال هذا المركز في صنع الشربات الليمون لشهر رمضان المبارك ان شاء الله. شوفوا هنايا ثاني درت فيه هذو ليمون تاع السيليكون، تزيدوه العصائر تاعكم ولا كل واحد وكيفاش يخدم به. بعد اللي جمدته هنايا ثاني كالبنات نحيته وخبيته في اكياس التجميد ودسيتهم في الثلاجه، ان شاء الله يدخل علينا بصحه. وهنا اللي مش مشتركش في القناه يشترك، ما تنساش